والسلام على أشرف خلق الله. سيداتي، من وصفات وتدابير لوجه الله راح نقدم لكم مبرجات عن طريقتي وطريقة الونسية. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. المكونات سهلة، ما عندها ما فيها. المكونات هي تتكون من دقيق وزبدة وزيت وملح وحليب وغرز. المكونات هي يعني بالكيل، ما كانش فيها المقادير ولكن بالكيل. مثلا حطينا الزبده كيما هذه، طاوه كيما هذه بالزبده، نزيدوا عليها غرفيه تاع زيت هكذا. الكيل هذا اللي درنا به الزبده نكيلو قدو 3 مرات سميد، والملح ونبلوه بالحليب. والطريقه درك تشوفوها. اول حاجه الزبده نذوبها هي ذايبه، زدناها غرفيه تاع زيت، وهذا الكيل بعد نكيلو به 3 مرات سميد. هاي الكيله الاولى ها هي، نزيدو الثانيه، ها هي، وهاي الثالثة. هام 3 كيلات. 3 كيلات. درك هذه اللي الزبدة اللي ذوبة اللي كيلت بها سميد، نزيد نعاود نرجع فيها السمن باش تشوفوه. هاي الكيلة تاع الزبدة، 3 كيلات سميد وكيلة زبدة. ماذا بكم السميد يكون اكثر شوي، خاطرش مش مقروض. هذا مبرجات، لازم نقصوا شوي على المقروض. يعني السميد يكون اكثر شوي. مثلا وحده تاع زبده، السميد يكون الزبده تكون هنا، السميد يكون هك ممسوح كما نقولوا السميد. 3 بواحد. درك نحكموه، نمزجوه كله مع بعضاه، نمحوه مليح مع بعضاه، من بعد نديروا الملح والحليب، نمحوه مليح هكا. بس السميد يكون متوسط ويكون من النوعيه الباهيه. تمحوه مليح هكذا. هاك درك تحطوه على جنب، تحطوا الملح تحطوا. مثلا انايا درت رطل تاع زبده ذوبته وزدت عليه غرفيه تاع حليب زيت، العبار نتاعو 3 مرات سميد، نحط 2 مغارف نتاع قهوه ملح فقط. 2 مغارف تاع قهوه ملح، ما تملحوهش ياسر، خاطرش راح يجي فيه التمر الغلس. يجي فيه الغلس، بس بد ما تملحوش ياسر. دركا نبلوه بالحليب هكذا، نبلو ونشوفوا. نبلوه بالحليب ونشوفوا. هكذا ثم ديروا كميه صغيره
حتى 3 كيسان سميد وكاس زبده تقدروا ديروا به. جربوا بحاجه قليله خير ما تفز لكم حاجه كبيره. نزيد الحليب هكذا. شفتوا كيف ما هكذا يكفي. تخلوه يشرب، خلوه يرتاح، بعد خلوه يرتاح ومن بعد نبشروا في العمليه بالتمر. درك نعت لكم. سيدتي شوفي ما تخافوش تقولوا شتي ما تخافوش تقولوا طرا ولا حاجه، خليه يشرب، وخاصه كي يعود نوعيه تاع السميد مليح خلوه يشرب من بعد درك نبشروا في العمليه تاع بالتمر. سيدتي قبيله شفتي كيفاه هزيت عجينه كيفاش كانت مشمخه، بصح كي خليتها ارتاحت شوفي كيفاش عاد. شفتي كيفاش عاد، لانه السميد باهي من النوعيه الباهيه. وشوفي كي خليته قبيله شرب، قلت هكا قعدت كيما هكا، بصح كي شاحت شوفي كي شرب بالماء. اما كي تبثبثوه ديروا ليه غير شويه حليب، ولا كاينين اخرين يديروا به بالماء بركه ويشمخوه شويه برك يقولوا صاي من بعد كي يطيب يبقى دقيق وحده كما نقولوا لاباط تاع العجينه وحدها، والغرس يبقى وحده ما تحكمي والو. نحنا في ونزه نحنا نخدموه هكا، نخلوه يشرب يرتاح ومن بعد نشوفوا اذا كان شرب نزيدوه شويه حليب، شويه هكا برك حتى تحسي بالعجينه ما تحسها انت بعد تحسي بالعجينه الاز. انت بعد تحسي ما تزيديش فوق منها، عاد ما تزيديش شمخها شويه برك. شفتيه كيف ما شوفي دركا راح نبخو بشويه حليب برك، شويه برك، واحد الفنجان هاك، ونزيد نلمو هكا. نخلوه يرتاح شوي. سيدتي هاو كيفاه درت هكا. بالنسبه للمبتدئات الكبار ما يعرفوا، بصح الصغار تجيهم واعره شوي كي نديروا قرصه كبيره ومدوره نفرشوها ونديروا الغرس ما بيناتها ونغطوها بالعجين. ندير هذه للصغار باش يتعلموا. والغرس كونوا نقيناه ورحيناه ودرنا له غير طريف زبده برك، ما تنكهوهش حتى بحاجه لانها مبرجات مش مقروض. ما تنكوهش غير بالزبده باش يقعد لكم طري. كيفاه درنا هذا كامل. نزيدو نديرو واحد اخر تاع الغرس كيما هو فوق منه، درك تشوفوه. المهم هذا الغرس كيفاه نديروه في البابي فيلم ولا مشمع، يكون مشمع يكون نظيف جديد، وديروا فيه وحده كيما واحده طويله كيما هكا تاع غرس وتفرشوها فوق منه. راني راح نديرها وتشوفوها كي نحطها هنا. سيدتي درنا المشمع هذا ودهناه بالزيت، المشمع هو، وحطينا الغرس فرشناه كيما لاباطي شفتوها تاع العجينه. شفتوا كيف درنا العجينه باش يجيكم ساهل. لازم تدهنوا المشمع هذا، تدهنوه بشويه زيت باش يجيكم ساهل. شفتوا كيف ما فوالا. دركا نروح نحطوه فوق لاباط. هاك تشوف العجينه والغرس. دركا نقلب هذه على هذه بالمشمع. تقلبي هك بالمشمع على هذه. فوالا هاك تسقميه مليح. وتزيدي تفرشي فوق منه العجينه الاخرى نفس كما درتي هذه كما العجينه. سيدتي زدت الاخرى فوق الميكا هذه
العجينه درت العجينه بعد الغرس، من بعد العجينه حتى هي درتها فوق هذا وقلبتها فوق منه. وهاو كيفاه ديري باش تجيك باهي، ما تقوليش هكا، قولي هكا 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 باش تجيك مليحه، تجيك رطبه وتجيك مليقره. ها نحنا في ونزه هكا نخدموها هكا تجي بيان. هاي نقصوها ودرك تشوفي القص ان شاء الله. سيدتي هاني بعد ما غلفتهم قاعده نقص فيهم دركا، نقص هك هك هك. وعلاه يسموهم برجات خاطركش برج مبرج. هلا هكذا شتي اختي، هاو كيفاش مقطعين، هذا ما مقطعين هنا قدامك. اها سيدتي، ولا تحبي ديرها كيما هكا عريضه، كاين اللي يحب يديرها مدوره وكاين اللي يديرها كاري، وكيما شفتوها الطريقه الاولى هذه الطريقه الثانيه. ديري الغرس هك، ها الغرس كيف كيف حتى ها هو عريض قد هذه، ها شتي، والاخرى درتها لكم طويله. بعد كيف فرشت هذه هاي فوق المشمع. الغرس كي تجي ديريه ادهنيه بالزيت المشمع باش يمشي ليك الغرس. من بعد تقلبي الغرس هاو في المشمع، ها في المشمع باش تقلبي الغرس على العجين، وتزيدي تعاودي تغطيهم بلاطات الاخرى. داكوغ صح. هاني قلبت هذه على هذه، جاتني بسهوله تامه. كي قلبتها جاتني بسهوله تامه. اللي يحب يكثر الغرس يكثر، واللي ما يحبش يكثر ما يديرش. انا ولادي يحبوها فيها شويه غرس زايده. وهذه مبرجات الونزه. اختي الكريمه، هاو كيفاه نطيبها فوق المراه تاع الحديد، وتنقصي لها النار، تنقصي لها النار خلاص، تخليها تدفى وتطيبي، تخليهم باش يطيبوا بالعقل ويجوا ملاح. ان شاء الله تجربوهم وتبعوا برك الوصفات كيما عطيتها لكم بالنتشه. تبعوها نتشه درك تتعلموا. المبتدئات تالي الكبار ما يعرفوها. هاي اختي كريمه، شوفي كيفاش حماروا، بدو بالعقل ها، طيبيهم حتى يحمروا كل كيما البلاصه هذه باش يجوا مليح، تخليهمش نيين بيض، لازم تحمريهم، قلبي منه بالعقل حتى يحمروا. اختي الكريمه هام كيفاش حماروا. انا صرت وحدي. كيفاش حماروا ها. ولد بنتي فرح قال لي وقتاش غير طيب باش ناكلها. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. هاي عجبتكم اختي المشاهده. هاني كملناهم وطيبناهم وحطينا كل وحده قطعتها زي كل وحده كيفاه قصيتها. هذه درتهم صغار وهذوما درتهم بريزات
وهذم درتهم هذوما حتى شي بالموس برك هكا درتهم بالورق ورقات هكا ورقات برك هكا وهكا برك. وهذوما ابراج اهرام وهذوما نورمال عاديين. وهذوما راهم يتشربوا يتكلوا تشربيهم بالبن وراهم يجوا يسخفوا. جربيهم تبعي واش قلتلك بركه وراهم يجوا هايلين اصلا على الكيف جو باهيين سوا. ان شاء الله تجربيهم ويعجبوك وان شاء الله تتبعينا ان شاء الله خطوه خطوه. وما تنسوناش في الاشتراك والجيم. هاو نعطيك وحيده كيف ما نعطيك وحيده كيف ما. شوف شوف شوشه ما تيبسش فيك خلاص تقعد لك مليحه كيما راهي. وهذه كيف كيف وهذه كيف كيف وهذه كيف كيف. ان شاء الله تجربوهم وتشربوهم مع البينه بس تكونوا جيعانين باش كي تاكلوهم يجوكم يهبوا. هذه هي البرجه تاعنا تاع الونزه. هذه المرجة تاعنا. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. سلام.